انت جايه من ايه؟ انا نيجيريا. جايه من نيجيريا تاكلي عندي محشي؟ انا بحب المشي قوي. بتحبي المحشي قوي؟ وانا بحب المحشي. ابو شكلك يا انجي. دخل عليا بالمحشي يا شيخه. يلا يا ماما يلا. انت عايز تاكل محشي ايه؟ وانا عارف. ايه عايز كشك. وانا عايزه استني اسلم. استني، عايز ايه؟ عايز محشي ايه؟ عايز محشي وانا عارف. تغذي كرشه؟ وانت عايزه محشي ايه؟ عايزه محشي. وانت يا اولا انا عايزه مشي كرنب. جايه من نيجيريا تاكلي عندي انا المحشي؟ انا بحب المشي قوي. بتحبي المحشي قوي؟ اه جايه من نيجيريا تاكلي المحشي؟ طب ما انا زعانه زيكم. عيانه واخده دور برد ومتدفيه، وقلت خلاص انا قررت اخد اجازه من المطبخ والمسؤوليه بتاعت عيالي. انا بجد تعبت. انا لما اهلي جوزوني ما قالوليش ان انا هعمل كل ده، اشيل مسؤوليه نفسي ومسؤوليه عيال ومسؤوليه بيت كامل وحياه. لا لا، انا ما اتفقتش على كده. انا من يوم ما انا من وانا في بيت اهلي انا شايله المسؤوليه، واتجوزت شلت مسؤوليه ناس اكتر. لا بجد انا عايزه اجازه. قاعده تحت الغطا ومتغطيه وعيانه عيانه، وقلت هفصل بقى. قلت لهم كله اي حاجه النهارده، وبكلم صاحبتي وقاعده بحكي معاها. المهم لقيت دول داخلين عليا بالمحشي، اصعب اكله يعني. انتوا بتهدوا حيلي ليه كده؟ المهم احنا عايزين ناكل محشي، والجو ده بتاع محشي مش بتاع حاجه تانية. لقيتهم جايبين الكرنبايه، راحوا اشتروا الحاجه وغاسلين الخضره وضاربين الطماطم في الخلاط ومقطعين البصل ومقطعين الشطه الحمراء الفريش، وبيقولوا لي يلا قومي اعملي لنا المحشي. المهم بقى ايه، كلهم اتفقوا عليا. قمت بقى من تحت الغطا وقاعده متدفيه، وقفلت في وش صاحبتي التليفون، وقمت عملت لهم المحشي. اصلك الجو ده جو محشي. طب ما كنا عملنا عدس يا اولاد الذين، حرام عليكم. سر المحشي بتاعي اللي فعلا كل اللي بياكله من ايدي بيبقى ادمان بالنسبه له. هجيب حله ستانلس ستيل، انا بحب اطبخ في الستانلس ستيل، بيخلي الاكل طعمه حلو قوي. في معلقه من اللي هي المتسيحه ومتصفيه، ومعلقه من السمنه البلدي، وحبه زيت. هسيبهم يقدحوا جدا، وبعد كده انزل بالبصل المفروم واقلبهم لحد ما يصفروا. بعد ما يصفروا هنزل بمعلقه كبيره من الفلفل الاحمر الفريش زي ما انتم شايفين، وافضل كده اشوحه بالبصله. بتخلي البصله في حته تانية خالص وسبايسي وطعمها تحفه التحفه. بعد اما اصفرهم كده الفلفل الاحمر الفريش مع البصله مع اللي هي بقى مع السمنه، هنزل بعصير الطماطم. وعلى فكره انا مش بصفي الطماطم، مادام انت هتعملي محشي ما تصفيش الطماطم، مش هتبان اصلا. وبصراحه انا بحب اللحم بتاع الطماطم، بيدي سمك كده للتسبيكه. وهنزل بشويه كمون، ومش هحط اي توابل، بحب الكمون في الصلصه بيدي تيست حلو قوي لما بتتسبك. وهغطيها واخليها تتسبك، وبعد كده هوريكم هعمل ايه. جبت الكرنبايه قطعتها وسلقتها. انا بحب الكرنب اسلقه نص سوا عشان لو دخلته الفريزر. خدي بالك الكرنب لو سويتيه سوا كامل ممكن يبقى منك شويه، او ممكن تكسلي تحشيه. يعني انا النهارده هكسل احشيه فهشيله في الفريزر، خساره الكرنبه تبوظ، هشيلها مثلا لرمضان. فبسويه كده نص سوا عشان لو هشيله في الفريزر لاي وقت. الطماطم اتسبكت وانا موطيه عليها، وشايفين بقى الايدام بتاعها مظبوط ازاي. هنزل بفلفل اسود وبهارات لحمه او السبع بهارات وجوز الطيب وشويه ملح وفلفل اسود. بس دي التوابل اللي بحطها على المحشي. وبعد كده الرز كان مغسول ومتصفي كويس جدا، هنزل بيه على الصلصه وهي سخنه عشان يشرب الصلصه كويس جدا قبل الخضره. وبعد كده هنزل بقى بالخضره واحده واحده كده واقلب. احلى خلطه محشي هتعمليه بيها المحشي بجد. كل اللي هيدوقها هيقولك المحشي ده ادمان. انا مفيش حد اختلف على المحشي بتاعي، كل اللي يدوقه يبقى ادمان بالنسبه له، وده سر الخلطه عندي. بعد كده بقى بعد ما قلبت الخضره، جبت طبق بلاستيك وفضيت فيه الخلطه، سبتها تبرد. هجيب بقى المحشي واعمله. ناس كتيره قوي بتقعد تقول لي يا ساره انتي ليه بتحطي الفلفل على البتنجان على الكوسه على ورق العنب؟ على فكره احلى حله محشي بتعمليها. من يوم ما طلعت عملت فيديوهات، انا طول عمري بعمل المحشي المشكل كله في حله واحده، ورق عنب مع كوسه مع بتنجان مع فلفل. ناس بتقول لي الكوسه هتسود المحشي هيسود، مفيش الكلام ده. البتنجان بيطلع بتنجان، الكوسه بتطلع كوسه، الفلفل بيطلع فلفل، ورق العنب بيطلع ورق عنب بالمزازه بتاعته. انا ما بحبش احط ليمون لان انا بجيب الورق العنب الاصلي، الورق الاصلي ما بيضحكش عليا فيه فبيبقى مزز. هجيب بقى الشوربه
كان عندي شوربه في الفريزر، انا ما سلقتش لحمه ولا فراخ. انا بحتفظ باي شوربه موجوده عندي، سواء انا بستخدم الفراخ البلدي العتائي فما برميش شوربتها وما برميش شوربه اللحمه. فاي كوبايه شوربه انا بشيلها في الفريزر. ساعات بنبقى عايزين ناكل محشي فبعمله كده ارديحي زي النهارده، لان انا عندي باقي شويه بطاطس بحبه لحمه من امبارح، فهمشيها كده ايه مع شويه المحشي دول. المحشي اهو غلي، الشوربه فيه غليت اهو. حاطه بقى الشوربه، انا ظابطه الملح بتاعها وكل حاجه. حطيت الشوربه وشايفين بقى ايه المحشي نازل الإيدام بتاعه، والشوربه فيها إيدام دسامه برضو. ما شاء الله احلى محشي تعمليه. ما عملتش كروم، يا ماما عملت ورق عنب وكوسه وفلفل وبتنجان. انا تعبت، ماشي انا صحتي على قدي. ايه رايك؟ ماشي. محشي. في حاجه تاني ناقصه؟ لا، فين فريك؟ ايه؟ فريك. فراخ. اه في لحمه باقيه من امبارح. ماشي. في عادي يعني لحمه باقيه، معلش احنا الظروف صعبه ولازم نقتصد. بسم الله. المحشي سخن اهو. ايه رايك؟ ايه رايك في المحشي؟ حلوة. حلوه. اه يا سلام. ايه رايكم في ريحه المحشي يا ولاد؟ حلو. خد حطي دي جنبك هنا، حطيها جنبك هنا. اهو محشي. بصي بقى انا بحط المحشي ورق العنب مع الفلفل مع الكوسه مع البتنجان. مش هتلاقي حد بيعمل كده، انا بشقلب كله واجري. بصوا بقى الناس اللي بتقعد تقول لي يا ساره انت ازاي بتعملي المحشي كله على بعضه كده؟ احلى محشي ممكن تعمليه، حطي كله على بعضه هيطلع معاكي تحفه. الكوسه على البتنجان على الفلفل. بصوا الفلفل المشطشط ده لوحده قنبله قنبله اهو. ده الفلفل السبايسي ده. بصوا ورق العنب زي ما هو سليم اهو، ولا فك ولا اي حاجه. ايه رايك يا اولا؟ دوق ولا دوق. ايوه خد شوكه دوقي كده قولي لي ايه رايك. قولي لي ايه رايك في ورق العنب. يلا يا بتاعت نيجيريا جايه تاكل محشي في مصر. يلا دوق. ايه رايك؟ سخنه بس ايه رايك؟ حلوة بجد. الله جميل قوي. انت عايزه تاكلي؟ انت كمان؟ انتوا هتاكلوا؟ مش انا اللي تعبت في المحشي ده، انا اللي اكل لوحدي. انتوا اللي يا ظلمه يا ظلمه.